السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هالة ودي قناتي اسمها هلول. قبل كده عملت فيديو عن تجهيزات رمضان السنة اللي فاتت ونزلته متأخر شوية فما جابش أي مشاهدات، فقلت السنة دي يعني هنزله تاني. جات لي الفكرة بصراحة، قلت يمكن السنة دي يجيب مشاهدات فهنزله تاني، وفعلا نزلته وبرده ما جابش مشاهدات. فقلت بقى أنا الفيديو ده كنت عاملة فيه كل حاجة عن تجهيزات رمضان، يعني لحوم، خضار، فاكهة، مخلل، حاجات كتير. يعني عملت كل حاجه عن تجهيزات رمضان في فيديو واحد، وفي الاخر الفيديو ما جابش مشاهدات ولا السنه اللي فاتت ولا السنه دي. فانا قلت بقى ما بديهاش، انا هقصقص كل حته في الفيديو واعملها فيديو لوحدها. ما هو هنا الفيديو ده هو هيجيب مشاهدات، يعني هيجيب ماليش دعوه. فرحت بقى عامله ايه، خليت بتاع الخضار لوحده، قصقصت طبعا جزء الخضار عملت له فيديو لوحده، وجزء اللحوم عملت له فيديو لوحده، وجزء البهارات عملت له فيديو لوحده، وجزء الفاكهه والمخلل عملت برضه فيديو لوحده. المهم يعني كل الفيديوهات دي هتنزل لكم ان شاء الله. ادعوا لي بقى ان الفيديوهات دي كلها هتجيب مشاهدات، ما خلاص ما فيش طريقه تانية غير دي. نزلته اللي السنه اللي فاتت ما جابش، والسنه دي برضه ما جابش، فيلا ما علينا بقى، ان شاء الله الطريقه دي تجيب. المهم الجزء ده بقى هو عن يعني الجزء ده بتاع تفريزات الخضار. انا قصيت طبعا الفيديو ده، المقطع اللي هو بتاع تفريزات الخضار. فتابعي بقى اخر الفيديو وشوفي. وطبعا اول حاجه اعملي لايك بقى، خلي الفيديو يجيب مشاهدات، لان كده خلاص ما بقاش فيه حل تاني خالص. يعني والله همسح واخلص عشان فعلا والله اتحرق دمي. بس ده الجزء بتاع الخضار، شوفي بقى قولي رايك وبس كده. ما تنسيش بقى تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه. ابتدي بقى الفيديو وشوفي وقولي حواوشي. كده خلصنا من اللحوم والموضوع ده خلاص خلصنا. نخش بقى دلوقتي في الخضار. معايا دلوقتي 4 كيلو طماطم، غسلتها كويس غسله حلوه كده تحت الحنفيه، ميه جاريه طبعا. ودلوقتي بقطعها واحطها على النار تتسبك شويه، مش شويه يعني، احنا عايزينها تتسبك قوي. انا بصراحه ما كترتش من الطماطم، يعني ليه سببين بصراحه. اول سبب لان الفريزر عندي مش هياخد كميه كبيره. تاني سبب هو السبب الرئيسي بصراحه، ان الطماطم ب10 جنيه، دول 4 كيلو ب40 جنيه. فبصراحه قلت لا، يعني خلاص هي الايام هتقوم، هنجيب دلوقتي 4 كيلو على قدنا وعلى قد احتياجنا دلوقتي، وما ترخص نبقى نجيب تاني. خلاص يعني مش هنموت دلوقتي. 4 كيلو طماطم ب40 جنيه يعني مش عارفه على ايه. حطيتها بقى دلوقتي على النار، وزودت بس نص كوبايه ميه كده عشان ما تشطش من تحت، وسبتها بقى لحد ما اتسبكت خالص، لحد ما وصلت للقوام ده، القشريه فصلت من الطماطميه خالص. وهاخدها دلوقتي طبعا بعد ما تهدى خالص وتبرد، هضربها في الخلاط وهتبقى ناعمه خالص زي ما انتوا شايفينها كده. شايفين شكلها عامل ازاي، حمرا كده وجميله. اصلا الطماطم بصراحه كانت حلوه. اهم حاجه بس سبكي الطماطم قوي على النار، عشان لما تيجي بعد كده تعملي بيها اي اكل ما تاخدش بقى منك وقت طويل عبال ما تتسبك تاني. يعني هي تسبيكه مره واحده، وبعد كده لما تيجي بقى تعملي بيها اي اكل، هي دقيقه كده ولا حاجه على النار ولا دقيقتين وخلاص، تبداي بقى تستخدميها، يعني تبقى خلاص يعني اتسبكت معاكي. شايفين قوامها اصلا ناعم ازاي وجميل. فضيتها بقى دلوقتي في اكياس. طبعا حطي بقى في اكياس على حسب الكميه اللي انت عايزاها، يعني على حسب اللي انت بتستخدميه. بتعملي مثلا طبخه كبيره بتاخد منك طماطم كتير، زودي. انا عشان بحط طماطم قليله في الاكل او بعمل اكل على القد، فقللت. وادي دلوقتي شكل الطماطم اهو، عملوا مش عارفه كام كيس. وخلصنا كده من الطماطم. ودلوقتي هنعمل بطاطس المحمره. البطاطس المحمره طبعا زي ما احنا عارفين، ولا هنعملها في نشا ولا اي حاجه، احنا هنقليها نص قليه ونحطها في اطباق فل ونشيلها، ولما نيجي نطلعها نقليها القليه التانية وخلاص، هتبقى مقرمشه وجميله زي ما احنا اتفقنا. البطاطس ولا بيتحط لها ولا نشا ولا اي حاجه علشان تقرمش، هي زي ما هي كده. مجرد ما قليتيها قليه واحده، قليتين، قليه طلعتيها تبرد وبعد كده قليتيها تاني، خلاص هي كده بتبقى مقرمشه ومش محتاجه اي حاجه. انا بعد ما قليتها اهو نص قليه، لونها ابيض كده، على فكره لونها ابيض، بس هي ظاهره هنا لونها ذهبي شويه، بس هي لونها كان افتح من كده. بعد ما طلعتها من الزيت حطيت عليها كده شويه ملح وسبتها لما هديت خالص. ودلوقتي هحطها بقى في الاطباق الفل واشيلها في الفريزر، وتطلعي بقى اي طبق بطبق كده وتحمري منها، تبقى مقرمشه وجميله. بصراحه برضو بتوفر وقت. يعني احنا حاولنا ندور على يعني اكتر الحاجات اللي احنا بنستخدمها. مثلا طبعا احنا مش هنعمل كل حاجه، يعني مش هنلم كل حاجه هنعملها يعني في طول الشهر، بس احنا بنحاول ان احنا نعمل اكتر حاجات بتاخد مننا وقت وعملناها. بس كده خلصنا كمان من البطاطس اهي. دلوقتي بقى هنفرز بسله. البسله هي كمان كانت ب12 جنيه، يعني مش عارفه معرفش حكايه الخضار بصراحه. دلوقتي معايا بسله وفي حله ميه على النار بتغلي اهي، حطيت فيها نص معلقه صغيره ملح ونص معلقه
نص معلقه كبيره ملح ونص معلقه كبيره سكر، وهنزل فيها البسله واسيبها بس تغلي غلوه واحده مش اكتر من كده، تغلي بس والميه تفور كده عليها، واروح على طول منزلاها واطلعها على ميه بتلج، وابدا بقى ايه احط عليها الجزر وافرزها عادي في الفريزر. دلوقتي هي بعد ما غليت غلوه واحده اهي، هنزلها بقى دلوقتي، مش هسيبها اكتر من كده علشان ما تتهريش. في هنا بقى والله المقطع ده اتمسح يعني ما اعرفش راح فين، ان انا طلعتها على ميه بتلج وسبتها لحد ما هديت خالص، وهديت كده من جواها في الميه بتلج، وبعد كده صفيتها وحطيت بقى عليها الجزر عادي خالص بقى كميه الجزر اللي انت عايزاها، بس طبعا ما تزوديش الجزر عشان ما تبقاش مسكره. هفضيها بقى دلوقتي برضو في الاطباق. خدوا معايا طبقين، انا ما كترتش لان احنا يعني مش بنستخدم البسله كتير قوي، وكمان احنا عاملين حاجات على قد الشهر بس يعني احنا مش، وكمان ان جت قليله عادي، لكن انا مش عايزاها تيجي بصراحه بزياده، ان جت قليله عادي نبقى نجيب تاني، فانا ما كترتش لان انا مش بستخدم اصلا البسله كتير. انتي بتستخدمي كتير عادي زودي بقى براحتك، كل واحد وعلى حسب اللي هو بيحبه. دلوقتي بقى معايا 3 ربط سبانخ، السبانخ بقى بصراحه حلوه انا بحبها قوي، جبت 3 ربط سبانخ اهم، عليهم على ال3 ربط سبانخ انا اخترت ربطتين كزبره. دلوقتي بقطع البتاعه اللي فيها دي وانضفها بس الاول من اي حاجه كده مش نظيفه فيها، اي حاجه ملهاش علاقه بالسبانخ بشيلها، طينه مثلا اي حاجه كده انضفها الاول قبل ما اغسلها. طبعا الاول اغسلي السبانخ الاول وبعدين قطعيها، ما تقطعيهاش الاول وبعد كده تغسليها عشان طبعا بتفقد كل الفوائد اللي فيها. الاول نغسلها وهي سليمه وبعد كده نقطعها. برضو بنضف الخضره، هما ربطتين كزبره ربطتين كزبره بس على ال3 ربط سبانخ. هاخدها بقى دلوقتي اقطعها وعملتها في اكياس اهو زي ما انتوا شايفينها، عملوا معايا 3 اكياس. ودلوقتي نبقى عملنا كل الخضار. شايفين التوم ده؟ معلش انا الكبه والله باظت فما لحقتش ان انا يعني اعمله في الكبه وكده، فالمهم ان انتوا يعني فهمتوا الفكره. انا حاطه عليهم كام قرن فلفل كده لان انا بحب ان التوم لما احطه في اي حاجه يبقى معاه كده فلفل، الفلفل بيدي طعم حلو مع التوم سواء في طشه الملوخيه او في اي حاجه. بس يعني المهم يعني توم يعني ما فيهوش حاجه، كده كده هو التوم عادي بنفرمه بس، وهكيسه انا في اي حاجه واشيله. دلوقتي بقى انا معايا وكده طبعا نبقى خلصنا ايه جنب الخضار كله. انا ما فرستش بصراحه خضار اكتر من كده لان ده اللي انا بحتاجه، وانت شايفه بقى ان انت بتحتاجي حاجه اكتر من كده برضو زوديها. دلوقتي انا معايا 2 كيلو زبده. قبل ما ندخل في الزبده كده خلاص الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. يعني مش عايزه ادخل الزبده بس عشان ملهاش علاقه بالخضار يعني عشان ما لخبطكمش بس. خلاص كده يكون خلص الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى بالله عليكم اعملوا لايك واشتراك في القناه، خلوا بقى الفيديوهات يعني يمكن يا رب تجيب مشاهدات بقى. يمكن انا قلت ايه يعني بما ان فيديو واحد اللي هو اللي انا عملته ده ما جابش نتيجه ولا مشاهدات يعني السنه اللي فاتت ولا السنه دي، فقلت يمكن لما اجزأهم كده اهو بقى ان ده جاب ده ما يجيبش، ان ده ما جابش ده يجيب، فاهمين كده يعني. فيعني ان شاء الله انا كده كده حظي زي الزفت ونحس وكده كده، ولا ده هيجيب ولا ده هيجيب، كله مش هيجيب في الاخر. بس يعني طمنوا اللي عليكم واعملوا لي لايك بالله عليكم وخلاص. بس كده اشوفكم على خير بقى ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.